السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحقيقة أنا فخور أن أكون معكم، مع الشباب ومع طلبة جامعة اسكندرية ومع طلبة مجمع طب. أنا فخور لأن كل العالم بيفخر بالثورة اللي كنتوا انتوا العنصر الأساسي فيها، ولذلك اللي عايز يبقى ليه قيمة لازم يقف في صفكم، لازم يقف في صف الطلبة. أما اللي يعمل نفسه فوق الطلبة ويعمل عليهم مش عارف ايه يبقى بيركن نفسه على جنب، لأنه ولادنا وبناتنا الشباب لما انتزعوا حريتهم من الحكومة الظالمة دفعوا الثمن. احنا شباب مصر دفعنا ثمن الثورة، فالثورة بتاعتكم لان معاكم شهادة بملكية الثورة. الشهادة دي مكتوب فيها ان اتدفع الثمن، واتدفع الثمن بأصعب عملة، بأغلى عملة. اتدفع الثمن الذي لا يقدر بثمن، بأرواح الشباب، بعيون الشباب، بدماء الشباب، بأجساد الشباب. فهنيئا لكم شراء مصر. سرقها حسني مبارك والحزب الوطني، وانتوا اشتريتوها تاني بدمكم. صحيح ان الثمن كان غالي، بس ما فيش حاجة تغلى عليك يا مصر. انا عايز اقول لحضراتكم، تخيلوا معانا اللي بيحصل دلوقتي. ناس عصابة منظمة نفسها بقالها 30 سنة بتسرق، وحاطه مندوب للحرامية في كل مكان، في كل كلية، في كل مصنع، في كل ورشة، في كل بنك، في كل شارع، في كل اسم بوليس. يا ترى احنا لما شلنا كل الحرامية ولا كبار الحرامية؟ كبار الحرامية. اخر واحدة اتشالت امبارح سوزان مبارك. يبقى اذا لسه في طابور طويل، لسه في طابور طويل من الحرامية عايزين نشيله. خلي بالك لو سألتوا اي جراح بيخش يعمل عملية سرطان يقول لك سهل عليا اشيل الورم الكبير، لكن الاورام الصغيرة اللي منتشرة في كل حتة بتبقى شيلها اصعب من الورم الكبير، ونحتاج ندي كيماوي وعلاج اشعاعي. اذا احنا لازم نصحصح ان في اورام صغيرة موجودة في كل حتة، ولازم كل واحد فينا عين على الاورام دي يأدبها. انا عايز اختم كلامي واقول ان احداث امبابة والوقوع بين المسلمين والمسيحيين اللي عملوا مين؟ اللي عملوا هم شوية من الاورام الصغيرة. الاورام الصغيرة دي ملهاش دين، بس طبيعي ان جوه البطاقة ممكن يكتب انه دينه مسلم او ان دينه مسيحي، لكن في الحقيقة الاورام دي ملهاش دين، وهي قامت تعمل الفتنة عشان تحرق بلدنا، عشان بدل ما الجيش والمجلس العسكري والشعب والشباب ننتبه لإعادة بناء مؤسسات الدولة. لأن الثورة بتعمل عملية، بتهد نظام، وينفع نعيش بدون نظام؟ لازم نبني نظام نظيف. فعايزين يشغلونا عن البنى بحرايق. بدل ما نبني نعمل ايه؟ نطفي حرايق. بدل ما نشتغل بنايين ونخترع ونخطط ونبني بلدنا مستقبلها، نشتغل عمال مطافي. كل ما يولعوا لنا في حته نطلع نجري ونطفي فيها. اذا احنا هنقول لهم مش هنبطل بنا، هنبني بلدنا وهنوقف لكم بالمرصاد، لاننا عارفين ان مباحث امن الدوله والحزب الوطني كان بيسرق مصر لحساب جيبه، بس كان بيعمل حاجة تانية، وبيخرب مصر لحساب إسرائيل. والفتنة الطائفية ليست سرقة، ولكنها تخريب للبلد لحساب إسرائيل. الفتنة الطائفية لن تكون لحساب مسلم ولا لحساب مسيحي، ولن تأتي بحق مسلم، ولن تأتي بحق مسيحي، ولن تأتي بأي قوانين تنصر أي طرف على طرف.
وإنما ستؤدي إلى حرق مصر، وحرق مصر هو في مصلحة إسرائيل. أنا عايز أقول لكم الفتنة الطائفية دي إسرائيل عملتها تأديب لشعب مصر وتأديب للمجلس العسكري. ليه؟ لأنه خرج عن طوعها وعمل مصالحة بين فتح وحماس. وإسرائيل قالت مفيش مصالحة، ما تعملوش مصالحة. نتنياهو قال بحذركم من المصالحة، وتحذيره بان هولع مصر واحرقها، واحنا بنقول له شباب مصر هيحرقك يا نتنياهو. ابعد عن مصر، ابعد عن مصر يا نتنياهو، ابعد عن مصر يا نتنياهو. شباب مصر عاقل، والمقاومة الفلسطينية كمان عقلة. عجبني قوي كلام خالد مشعل لما وقف وقال مش وقته يا جماعة ان احنا نطلب من جيش مصر انه يحارب دلوقتي، والجيش وراه مهام كتيرة لاستتاب الامن داخل البلد واعادة بناء المؤسسات الدستورية. ما ينفعش جيش مهتم بالداخل نقول له سيب الداخل وحارب اسرائيل. يسيب الداخل لمين؟ لفلول الحزب الوطني والبلطجية. فخالد مشعل كان واعي قوي، قلنا له ايه طلبات فلسطين من شعب مصر وبنات مصر وشباب مصر، فقال خلي بالكم من مصر. طلبات اخوانكم واخواتكم في فلسطين، خلي بالكم من الثورة. الثورة في ايام معدودة عملت اللي مبارك كان منعه لمدة 30 سنة صالحة الفلسطينيين على بعض، ومنعت الوقيعة بينهم فتنة طائفية بين فتح وحماس. كان مبارك بيرعاها زي ما العدلي كان بيرعى حريقة وتفجير في كنيسة القديسيين في اسكندرية. احنا عرفنا الفتنة الطائفية بتتعمل بفكر صهيوني وبأيدي الحزب الوطني وبتنفيذ البلطجية، ونحن لهم بالمرصاد. شعب فلسطين عايز مننا إغاثة، عايز مننا فهم للقضية. سألناهم ناقصكم رجالة؟ بلدنا رجالة عندهم استعداد يروحوا ويموتوا شهداء من أجل فلسطين. قال لا يا جماعة، قال لا يا جماعة، عندنا شباب وبنات بالملايين مش محتاجينكم، شايلينكم الوقت العوزة. يوم الزحف الأكبر اللي هو مش بكرة لسه، يوم الزحف الأكبر لما كل الشعوب العربية تتحرر ونطلع كماشة، بس مش هنطلع مكشوفين، هتطلع جيوشنا واحنا وراها وجواها تحرر المسجد الأقصى تحرير عسكري من جميع الدول العربية. أما الدعوة إلى الزحف غدا فهي دعوة كريمة ولكنها عاطفية وفيها حسن نية، لأنه ماذا نفعل بزحف بغير حماية عسكرية؟ ولو زحفنا لغاية الحدود وقامت قوات إسرائيلية في ضربنا يبقى ايه الوضع؟ لو سكتنا اهنا لمصر، ولو المجلس العسكري رد تبقى حرب بيننا وبين إسرائيل. وقت الحرب مش مناسبة لينا. إذن ربنا علمنا وقال بختم كلامي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقدامنا وقت نحضر قوة كبيرة قوي لما مصر تقف على رجلها وتبني مؤسساتها ونتعافى من آثار الحرامية والمخربين. والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر.